شرب الماء الساخن على معدة فارغة. يقول أحد أطباء القلب: لو أن كل شخص حصل على هذا النص وأرسله لمن يعرفه قد يكون سببا في إنقاذ حياة إنسان. العلاج بالماء الساخن. صدق أو لا تصدق، هناك عدد كبير من الأمراض قدر الله سبحانه وتعالى الشفاء منها باستخدام الماء الساخن. قام الاتحاد الياباني للأمراض بنشر تجربة أظهرت نجاحا بنسبة 100% في علاج أمراض متعددة، منها الصداع، ارتفاع ضغط الدم، فقر الدم أو الأنيميا، داء المفاصل، الشلل، سرعة خفقان القلب، الصرع، السمنة، السعال، التهاب الحلق، الربو، السل، التهاب السحايا، أمراض المسالك البولية، فرط الحموضة، التهاب المعدة، الدوسنتاريا، الإمساك، وأمراض العين والأذن والحنجرة، وحتى عدم انتظام الدورة الشهرية. طريقة العلاج بالماء الساخن بسيطة: استيقظ مبكرا واشرب 4 كاسات من الماء الدافئ، سعة كل منها 160 مليلترا على معدة فارغة. لا تتناول الطعام أو الشراب لمدة 45 دقيقة بعد ذلك، وبعد كل وجبة انتظر 2 ساعة قبل تناول أي شيء آخر. إذا كنت تجد صعوبة في البداية بشرب 4 كاسات دفعة واحدة، ابدأ بكميات أقل وزدها تدريجيا. إليك مدة العلاج لبعض الأمراض وفق التجربة: داء السكري 30 يوما، ارتفاع ضغط الدم 30 يوما،